تعالوا نعمل ميني البيتزا في البيت. حرفيا هتعملي كمية، هتوفري، هتعملي أكلة العزومات، الخروجات، الفسح، كل حاجة. قبل ما نبدأ اشتركي في القناة واعملي لايك وكومنت. أول حاجة معايا كيلو من الدقيق، هنخله بالشكل اللي قدامكم ده عشان ما يبهدلش حواليا. بعد كده هحط عليه بقية المكونات الجافة، باكت من الخميرة، 3 معالق كبيرة من السكر، ورشة بسيطة جدا من الملح. هقلبهم كويس قوي. بعد ما هقلبهم كويس قوي هكون مجهزة نص كوباية من الزيت، عليها كوباية من اللبن كبيرة، وطبعا هضيف السوائل على حسب ما الدقيق يحتاج. كل ما الدقيق بيحتاج مني بضيف عليه شوية من اللبن الدافي او ميه براحتك. هفضل ازود كده، ممكن انا خد مني حوالي كوبايتين من الميه، عجنتهم كويس قوي، خليت العجينه ناعمه معايا. حطيت عليها زيت من الوش، وبعد كده لفتها او غطيها باي حاجه عشان خاطر، وتسيبيها تخمر بقى على حسب درجه الحراره عندك في الاوضه، المطبخ، اي حاجه. بعد كده هنبدأ بقى نجهز الحشوة بتاعتنا. الحشوة دي براحتك، عايزة تعمليها مشكل خضار بس ماشي، عايزة تعمليها باللحمة المفرومة، بالفراخ، مشكل الجبن، بصي براحتك. المهم بعد ما هنقطع الفلفل الالوان بتاعنا، نجيب الطماطم برضو ونقطعها، بس اهم حاجة نشيل المية منها عشان خاطر ما تطريش عجينة البيتزا معايا وتخليها كده مفرولة وتحمض مننا بسرعة. بصوا ما شاء الله، اللهم بارك، بعد ما خملت معايا شكلها بقى عامل ازاي. بجد ما شاء الله، الطريقة دي بتخلي العجينة ناعمة جدا وطرية، تحسي كده ماسكة قطنة في ايدك كده، ملمسها بيبقى حلو قوي. هنبدأ بقى نفردها. عايزة اقولك بصي ما شاء الله بتتفرد معانا حلو قوي، لا بتتلم تاني او بتكش، لا ما شاء الله مظبوطه. هنفردها لحد ما نخلي السمك بتاعها رفيع بالشكل اللي قدامنا ده. ونبدا بقى نجيب كوبايه غطا على حسب حجم البيتزا اللي احنا عايزين نعملها، وممكن نعملها كبيره عادي. بعد ما قطعناها بالشكل اللي قدامك ده، نشيل الزيادات طبعا مش هترمي، هنكورها تاني ونعيد تشكيلها. بعد كده هجيب صينيه كبيره او صاج او اي حاجه، هدهنها بشويه من الزيت كده خفيف، وهبدا ارص فيها البيتزا اللي انا عملتها، الميني بيتزا. وبعد كده الخطوات اللي جايه دي مهمه. هبدا في الاول اشكشكها كده عشان ما تتخمرش مني وتنفخ زيت. بعد ما هشكشكها كده شكشكه سريعه، هحط عليها بقى الصلصه انا عملتها شويه من الزيت، عليها شويه من الثوم وشويه من الزعتر، حمرتهم. هنزل بشويه من الطماطم يتسبكوا، عليهم ربع كوبايه من الميه ويغلوا، وبعد كده اطفي عليها وخلاص. نرجع للبيتزا، حطينا الصلصه وعليها الخضار المشكل اللي هو الفلفل الالوان، وبعد ما تحطي الجبنه الموتزاريلا بايدك تغطي عليها كده كويس قوي. اولا المكونات هتمسك فيها، ثانيا هتتفرد شويه. حطيها في الفرن تلت ساعه وطلعيها بالف هنا. باي باي.